لو لسه ما جربتيش صينية السمك بالخضار في الفرن بالطريقة ديت يبقى فايتك كتير. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص، مش هتاخد منك وقت. السمك ده سمك ماكريل، او احنا هنا بنقول عليه سمك روسي، معرفش احنا البلد الوحيدة اللي بنقول عليه روسي ولا لا، بس هو في العموم يعني اسمه ماكريل. اهم حاجة عشان يعجبك طعم السمك ده جدا في الفرن لازم يكون سمك اصلي. السمكة الاصلية بقى بيبقى دماغها صغيرة كده وعينها صغيرة وفيها الخطوط بتاعتها واضحة كده. وبرده اهم حاجه نقطه كمان ان انت تنضفي السمك ده وهو متجمد، لان ساعه ما بيفك ما بيبقاش كويس خالص. هنضفه كده وابدا اشطفه بقى تحت الحنفيه كويس، شكله حلو. وسمك الاصل بيبقى حلو فعلا. هبدا اعمل فيه فتحات كده بالسكينه بالشكل ده، عشان التتبيله اللي هعملها للسمك لحم السمك يشرب منها. اعملي خطوط كده من ناحيتين عشان التتبيله. طريقته سهلة وبسيطة، ولو خايفة من الزفارة الوصفة مش هتخليكي تحسي بزفارة خالص. هجهز التتبيلة بقى، معايا حوالي 10 فصوص من الثوم، ومعايا فلفل أخضر وفلفل حار، وأهم حاجة كزبرة خضراء عشان الزفارة. الكزبرة بتشد الزفارة خالص، ما بتخليش زفارة. ومعايا طبعا ليمون. هضرب كل الكلام ده في الكبة، لو عايزة تعمليه في الهون تمام. أنا بخلطه في الكبة بيبقى أسرع وبتنعم الخلطة جدا، زي ما انتم شايفين كده. هضيف بقى معلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ورشة من البابريكا، واخلط الخليط كويس جدا. وهضيف برضو معلقة من الملح ما صورتهاش، بالشكل ده. معايا بقى خضار، طماطم وبصل وفلفل اخضر وجزر مبشور. بجد الخضار ده بيبقى يعني هو بيتاكل اصلا قبل السمك، طعمه حلو جدا. في ناس، انا اعرف ان في ناس بتحط بطاطس، بس احنا هنا مش متعودين ان احنا نحط مع السمك بطاطس بصراحة. عايزة تحط ضيفي مع الخلطة دي بطاطس. وهضيف عليه معلقتين من التتبيلة اللي انا عاملاها، واخلط كويس جدا كده. واضيف برضو عليه معلقتين كبار من الزيت مع الخلطة دي، وابدا افركهم كله مع بعضه كده بالشكل ده. انا هكون هنا مشغله الفرن على درجه حراره 200. هبدا احشي السمك كده من بطن السمك كده، وابدا برضو افرك التتبيله بقى على السمك كده عشان لحم السمك يبقى شارب من التتبيله. انت هتسيبيه بعد ما تعملي الخلطه ديت، هتسيبيه حوالي ربع ساعه الاول قبل ما تدخليه الفرن، يشرب من التتبيله كده بالشكل ده. ما تخافيش ابدا من الزفاره. السمك طالما مغسول كويس وحاطه كزبره وحاطه خضار زي كده، مش لان السمك الماكريل زفرته عليه شويه. هنا بعد ما دخل الفرن حوالي ربع ساعه طلعته تاني، وبعدين عصير ليمونتين، ومعلقتين كبار من الزيت، زيت زيتون او زيت عادي، ومعلقه من الشطه كده، واقلب الخلطه دي مع بعضها بتديله ريحه وطعم. بجد جربوه بالطريقه ديت وانا متاكده